بتبدأ الحكاية في نص الليل مع واحد اسمه أندي نايم ومستقنيص، وفجأة بيجيله تليفون بيصحيه وبيتفاجئ إن اللي بيتصل بيه ده مراته. أندي بيقول لها إيه ده، هو أنت فين؟ أنت ليه مش جنبي على السرير دلوقتي؟ مراته اللي اسمها نعومي بتقول له بقول لك إيه، أنا دخلت مركز إعادة تأهيل. أندي قال لها إيه؟ مركز إعادة تأهيل؟ ليه يا بنتي؟ نعومي قالت له أنت مش عارف ولا إيه؟ طبعا ما أنت مش واخد بالك، قاعد في شغلك ليل نهار وما تعرفش أي حاجة عننا. أندي قال لها يا ست بالراحة بس فاهمين إيه الحكاية؟ قالت له إنها حاسة نفسها وصلت لمرحلة مش كويسة، فعلشان كده بقى قررت فجأة كده وبدون سابق انذار انها تروح مركز اعادة تأهيل تقعد فيه لمدة 3 شهور، وقالت له خلي بالك من الاولاد وانت دلوقتي المسؤول عنهم في كل حاجة لغاية ما اخلص وارجع لك. اندي في اللحظة دي ما كانش فاهم اي حاجة، سألها فين المركز ده؟ قالت له على مكانه، وقالت له اوعى تيجي لاني انا مش هخرج منه. اندي قال لها طيب نتكلم يا ستي. قالت له لا ما نتكلمش، قلت لك هتأهل يعني هتأهل، وراحت قافلة في وشه السكة. فاندي بيستنى الصبح يجي بفارغ الصبر وبيتصل ببنته في الوقت ده كانت عند الدكتور علشان بتتابع معاه الحمل بتاعها، وجوزها كان معاها. اول ما ردت عليه اندي حكى لها على كل حاجه، قال لها الحقيقه جريس امك بتتاهل. جريس قالت له الدور الكام؟ معلش في غلس. جريس قالت له طيب العيال الصغيره يعرفوا؟ اندي قال لها لا لسه ما يعرفوش. العيال الصغيره دول 2 توأم اولاد اندي برضه، بس جريس دي من مراته الاولانيه والتوأم دول من مراته الثانيه اللي هي بتتاهل دي. المهم اندي بيقول لها انا شايف انك انت ما اتفاجئتيش لما قلت لك انها بتتاهل، هو انت كنت عارفه حاجه؟ جريس قالت له عارفه حاجه؟ ده كل الناس عارفه، هو انت ما كنتش واخد بالك خالص؟ قال لها ولا كنت واخد بالي من اي حاجه. وقفل معاها وراح لمركز التأهيل. هناك اتكلم مع الموظفه وقال لها انه عاوز يقابل مراته نعومي. الموظفه قالت له صدقني ما اقدرش اقول او ما اقولش انها موجوده. اندي قال لها يعني ايه؟ قالت له هنا في خصوصيه، ما ينفعش تقابل مراتك. قال لها ما انت قلت انها موجوده اهو، ممكن اقابل مراتي؟ قالت له لا. بعد كده سالته في حاجه اقدر اساعدك فيها؟ اندي في اللحظه دي قال دي متخلفه دي ولا ايه؟ هم دول اللي هيعالجوا المدام؟ ولما لقى ان مفيش فايده اخد بعضه ومشي. بيجي له تليفون من المدرسه ان اولاده ما حدش راح اخدهم، طبعا مراته هي اللي كانت بتاخدهم. فاندي جري بسرعه وراح جابهم من المدرسه. عياله قالوا له ايه يا عم لطعنا 3 ساعات قدام باب المدرسه، هي ماما فين؟ اندي قال لهم مامتكم مسافره عند تيتها علشان تيتا كبرت في السن وخلاص على وشك انها تتكل، فعلشان كده هي معاها في ايامها الاخيره، فهتقعد هناك شويه حلوين يعني. البنت الصغيره قالت له على فكره تيتا دي في سنك تقريبا، فيا وليه انت اتسحبت من لسانك ولا ايه؟ المهم العيال بيقولوا له جعانين. اندي بيقول لهم ايه اعمل ايه طيب دلوقتي؟ وراح طالب دليفري. الاكل اللي جابه ده ابنه عنده حساسيه منه ولسه هياكل اول حته. بنته فكرته وقالت له ان اخوها عنده حساسيه من الاكل ده، فبسرعه اندي جري عليه وقال له رجع يالا طلع يالا كل اللي في بطنك، واضطر انه يعمل اكل بنفسه. عملهم مكرونه سباكيتي بالجبنه. بنته قالت له ايه مش هتحط ملح ولا ايه؟ فاندي حط ملح. ده مش حط ملح، ده غرف ملح. وتاني يوم بيروح شغله وبيتضح ان اندي فاتح معرض للوحات فنيه ومشغل واحد مخصوص علشان يفكره بكل مواعيده. ايه ده، هي دي شغلانه عندهم هناك؟ اندي بعد كده بيجتمع مع المحاسب اللي بيقول له ان المعرض مش شغال كويس ومش قادر يغطي تكاليف الايجار الغالي ومرتبات الموظفين، وقال له بعد كده قدامك يا دوبك 3 4 شهور على الحال ده، لو فضلت في نفس الوضع مش هتقدر تكمل وهتضطر انك تقفل المعرض. اندي قال له ما تقلقش انا هشوف حل للموضوع ده. وكان بيحاول يتعاقد مع رسامين كتير، ولكن الرسامين دول كانت بتجيلهم عروض من بره احسن. فاندي كان معتمد اعتماد كلي على طريقته في الاقناع علشان يقدر يجيب رسامين يحطوا شغلهم في المعرض بتاعه، ودي كانت موهبه اندي الاقناع. بس اندي طبعا مش قادر يوفق بين بيته وبين شغله، محتاج حد ياخد باله من اولاده. فبيتصل بمين؟ ببنته جريس اللي كانت في الوقت ده بتحاول تفرد سرير جايباه لبنتها ولا ابنها باين ولا ايه، والسرير كان بايظ تقريبا. المهم اندي بيكلمها في الوقت ده بيقول لها معلش يا جريس عاوزك النهارده بالليل تروحي تقعدي مع الاولاد، لان البنت اللي كانت بتقعد معاهم مقابل الفلوس عندها شويه ظروف كده. جريس قالت له بقول لك ايه انا لا فاضيه لك ولا فاضيه للعيال، في سرير هنا مطلع عين اهلي. فاندي فضل يترجاها حرفيا انها تروح تقعد مع الاولاد في الليله دي. فجريس مضطره اسفه وافقت وراحت قعدت مع العيال. الاولاد بقى في الليله دي فضلوا يسالوها شويه اسئله ما يعلم بها الا ربنا، حامل في ولد ولا بنت. جريس قالت لهم احنا ما رضيناش نشوف وحابين نتفاجئ يعني. سالوها عندك كام سنه؟ قالت لهم انا اكبر منكم 27 سنه. قالوا لها كام؟ قالت لهم 27 سنه. بتقولها بسرعه كده عشان مش عاوزاهم يلاحظوا. فالولد قال لها ايه ده، هو انت عندك 36 سنه؟ طبعا في اللحظه دي جريس كانت عاوزه تبلعه، وفي اعتقادي يعني هي عندها الجاهزيه بما انها حامل. اللي اعرفه يعني ان الست الحامل ممكن تاكل اي حاجه. اندي بعد كده بيوصل البيت بيتكلم شويه مع جريس، وبيبان كده من طريقه حوارهم هما الاثنين ان علاقتهم قريبه جدا من بعض، مع ان على كلام جريس اندي دايما مشغول عنها من وهي صغيره بسبب انه على طول مهتمه بالشغل. وجريس شايله الموضوع ده جواها وساكته وبتتعامل مع اندي عادي جدا. المهم سيره جوز جريسي بيجي في الحوار وبيبان على اندي كده ان هو مش حابه. فجريسي بتتضايق لانها بتحب جوزها. اندي قال لها يا ست ما اقصدش، جوزك حلو وزي العسل ولطيف وغيتت كده وغلس وجميل قوي يعني، ايه اللي يرضيكي بس قولي لي. جريس قالت له ما تسالش اعمل على طول. اندي قال لها انا مش من النوع اللي يتقال له ما تسالش والكلام ده، انا من النوع اللي لو حد عاوز مساعده يجي يقول لي على طول ما يستنانيش اعملها من نفسي. انا مش بفهم في الشكليات
الحاجات دي، فلو عاوزه مساعدتي في حاجه يا جريس قولي لي على طول. قالت له طيب ماشي، بقول لك ايه، انا محتاجاك تيجي معايا نعمل شويه تسوق كده لحاجات البيبي، لان جوزي مش فاضي طول الاسبوع ده. اندي قال لها يا سلام مفيش مشكله، اي نعم يعني المشوار بعيد واخر الدنيا بتاع المول ده، بس ماشي حاضر نروح مع بعض. وتاني يوم الصبح اندي وهو قاعد مع اولاده الاثنين التوأم اتكلموا مع بعض، واندي حب جدا الحوار مع اولاده لانه تقريبا في حياته ما عملش كده خالص حتى مع بنته جريس. ولكن وسط الكلام وقع بلسانه وقال لهم ان مامتهم في مركز اعاده التاهيل. الولد ما خدش باله من الكلام، لكن البنت اخدت بالها وقالت له ايه انت بتكذب علينا. فاندي بسرعه لحق نفسه وقال لهم مركز اعاده التاهيل ده مكان الناس بتروحوا كده علشان تروق على نفسهم، بيتفسحوا فيه يعني. ما قال لهمش ان ده مكان الناس بتتعالج فيه، واخدهم بعد كده علشان يوديهم المدرسه. ولكن لما بيوصل المدرسه البنت اللي في الاستقبال هناك بتقول له ايه ده انتوا جايين متاخرين، ميعادكم كان الساعه 8. اندي بيقول لها احنا ما اتاخرناش كتير يعني، الساعه 8 و7 دقايق دلوقتي، ايه المشكله؟ قالت له ايه المشكله؟ اتفضل يا سيدي دي ورقه تاخير للاولاد امضي عليها. في نفس اللحظه دي اندي بيلاقي ولي امر تاني جاي متاخر برضه ودخل ابنه عادي. فاندي قال لها ابقى دي كوسه. فبنته بسرعه راحت قايله له ان الطفل ده عنده مشاكل صحيه وعلشان كده مسموح له انه يجي متاخر عادي. فاندي في اللحظه دي تفهم الموضوع، ولما خرج بره اتكلم مع والد الطفل ده. يا دوبك اندي بيقول له انا فهمت ظروف ابنك وبحييك على اهتمامك بيه. فجاه كده الشخص ده انهل بالبكاء. اندي قال له اهدى انا ما اقصدش يعني. فالشخص ده قال له معلش اصل انا فنان فمشاعري واصله للحلق كده فتلاقيني على طول دمعتي قريبه يعني. اندي قال له ولا يهمك. وفجاه كده فتح له قلبه، واندي حكى له على كل ظروفه اللي بيمر بيها، حتى عن مراته نعومي. قال له انا بحاول اتصل بيها كل يوم مش بترد عليا، ببعت لها جوابات برضه مش بترد عليا. فالراجل ده قال له ما تيأسش، خليك وراها واتصل كل يوم واكيد في يوم هترد عليك. وسابه بعد كده ومشي. اندي بيعمل بنصيحته وبطريقه ما كده بيتواصل مع مراته لما بتسمع صوته مش بترضى تتكلم ولا كلمه. فاندي في الوقت ده بيعتذر ليها انه ما كانش جنبها طول الوقت، وانه مهتم بالشغل اكتر منها، وانه ما كانش يعرف حالتها الصحيه عامله ازاي بسبب قله اهتمامه، ووعدها ان هو هيتغير بس هي تديله فرصه. وبالليل بعد ما بيخلص شغل بيروح وبيسهر مع اولاده، بيحضروا فيلم هما الثلاثه، والبنت بتنام في نص الفيلم. فبيكمل الفيلم هو وابنه، والفيلم كانت فكرته عن الاصدقاء. فابنه في الوقت ده قال له انت ازاي بتتعامل مع ناس كتيره في حياتك. في اللحظه دي اندي فضل يديله نصايح كتير كأب ليه، ودي كانت اول مره اندي يتكلم مع ابنه ويديله نصايح. اندي ما عملش كده مع جريسي، ودي اساسا اول مره يعمل فيها كده، يقعد مع حد مع اولاده ويتكلم معاه. واخدهم بعد كده ونيمهم على السرير وغطاهم، حط لهم ميه جنبهم. الحاجات دي كلها اول مره اندي يعملها. وتاني يوم بيروح مع بنته جريسي المشوار بتاع التسوق، بيجيبوا حاجات كتير من المول وبيروح عندها البيت. بعد كده في الوقت ده بيجي له تليفون من المساعد بتاعه بيقول له ان في بنت الرسامه اتوفت. الرسامه دي كانت عامله شويه اعمال حلوين، ممكن يتواصلوا مع بنتها دي ويحاولوا يعملوا معاها عقد احتكاري للوح بتاعت مامتها المتوفيه. وقالوا له على المكان اللي بتتواجد فيه علشان يروح يقابلها. في نفس الوقت قالوا له على رسام كانوا على وشك ان هم يوصلوا لاتفاق معاه علشان يعرضوا اللوح بتاعته في المعرض بتاعهم. تخاذل معاهم واتفق مع معرض تاني، ده اللي صعب الامور اكتر على اندي. في نفس الوقت جريس بتاخد بالها ان اندي الدنيا متلخبطه معاه، ولكن لما سالته اندي قال لها مفيش اي حاجه، الدنيا زي الفل انا تمام. وفي اللحظه دي جوز جريسي وصل. قال له يا جريسي وانت مش قلت ان هو مش فاضي طول الاسبوع؟ ماشي يا ست هنعديها لك، اكيد عاوزه تقعدي مع بابا وكده. المهم يعني جوزها فضل يدلعها قدام اندي، واندي شاف ان علاقتهم هما الاثنين حلوه جدا ببعض. في اللحظه دي اندي تاثر لانه حس قد ايه هو كان مقصر مع مراته، ما كانش مهتم بيها ولا بيهزر معاها ولا بيديها من وقته. واستاذن بعد كده ومشي. بالليل راح للمكان الموجوده فيه البنت دي اللي والدتها توفت وسايبه لوح كتير. هي مش بنت قوي يعني، هي ست اسمها لولا. المهم بيصادف ان الليله اللي راح فيها اندي دي كانت الليله النسائيه. فاندي يعني بقى قاعد الراجل الوحيد وسط الستات كلها. مش عارف بقى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، مش متاكد. على كل حال اندي بيستنى العرض بتاع لولا لما بيخلص، وبيروح بعد كده بيتكلم معاها، وبيقدر بموهبه الاقناع انه يقنع لولا تيجي بس مبدئيا عنده في المعرض وتشوف الوضع عامل ازاي. ولما بيروح بيقعد مع اولاده. بنته في الوقت ده قالت له بقول لك ايه، انا عملت سيرش على جوجل وعرفت ايه هو مركز اعاده التاهيل. ده مش مكان الناس بتروح تتفسح فيه، ده مكان الناس بتروح تتعالج فيه. انت كدبت علينا وما قلتلناش الحقيقه. فاندي في الوقت ده شرح لهم كل حاجه، ووعدهم ان هو مش هيكذب عليهم تاني. كمان وراهم صور المكان اللي مامتهم قاعده فيه. تاني يوم لما بيروح الشغل المساعد بتاعه بيديله شويه جوابات كان بعتهم لمراته. قال له ان الجوابات دي رجعت تاني محدش استلمها. اندي بص على الجوابات لقاها ما اتفتحتش اساسا، فطبعا حزن جدا ان مراته بتعمل معاه كده. في الوقت ده لقى الاولى دي جايه له. اندي اخدها عنده في المكتب وفضل يشرح لها الخطه اللي هينشروا بيها لوحات مامتها. لكن في اللحظه دي بيجي له تليفون من اولاده. فالاولى بتعرف ان عنده اولاد سنهم 9 سنين، وبداوا هما الاثنين يدردشوا مع بعض في حياتهم الخاصه بعيدا عن الشغل. ده اللي خلى العلاقه بينهم قربت اكتر، وده اندي كان شايفه حاجه حلوه علشان يقدر يعقد معاها الصفقه. في نفس الوقت ده برضه جريسي بتجيله الشغل. اندي في اللحظه دي كان واخد لولا علشان يوصلها عند باب المعرض، فقابله جريس في السكه. فقال
فاندي عرفهم على بعض. لولا لما شافت جريس حامل قالت لها تسمحي لي بس لو سمحت، وفضلت تلعب مع الجنين، وعرضت عليهم هما الاثنين انها تاخدهم معاها في جلسه كده بتقعد فيها هي وشويه ناس ثانيين بيتنفسوا في وش بعض. اندي طبعا ما يقدرش يرفض الطلب وقال لها مفيش اي مشكله. كمان جريس قالت لها انا موافقه. جريس بتاخد اندي بعد كده وتمشوا هما الاثنين في مكان فاضي كده بعيد عن الناس، بس المكان ده كان مطلع فاندي ما كانش قادر يطلع، وشاف اقرب كنبه كده وقعد عليها. في الوقت ده اندي شاف جريس بصله كده بص اللي هو ايه خايفه عليه زعلانه عليه حاجه زي كده. قال لها ايه ده انت بصلي ليه كده؟ وانا عشان تعبت شويه يعني وقعدت يبقى خلاص كبرت؟ لا طبعا. جريس قالت له انا زعلانه عليك لان عرفت ان شغلك مش ماشي كويس، وانا عارفه قد ايه انت بتحب شغلك وبتحب المعرض بتاعك. اندي قال لها ما فيش اي حاجه، ودي مش اول مره تحصل مشاكل عندي في الشغل وانا هعرف احلها يعني. انا كويس ما تقلقيش. انا كويس يا جريس بطلي عياط بقى. ولكن جريس بتحب تعيط. اندي قال لها لو فضلت تعيط انا كمان هعيط. جريس قالت له انا تقريبا ما شفتكش بتعيط طول حياتي، تقريبا ما عيطتش غير مره واحده بس، وعيطك ما كانش حلو فيا ريت ما تعيطش. وتاني يوم الصبح اندي بيراجع الامتحانات مع اولاده قبل ما يوديهم المدرسه، واولاده بيجاوبوا كل الاسئله صح. فاندي بيقول لهم مكافاه ليكم، هديكم كل واحد كوكوزايه. ايه ده كوكوزايه واحده بس؟ ده انا دوايه بس باخد 4 5. بياخدهم يوديهم المدرسه وبعد كده بيروح الدرس بتاع التنفس ده. اندي بيغمض عينه زي الناس اللي حواليه علشان يتنفس، ولكن لما بيفتح عينه بيتفاجئ بواحد في وشه. ايه يا عم الراجل ده مقرب ليه كده؟ اوعى تغمض عينك يا اندي تاني لا يبوسك في بقك. المهم بيخلصوا درس التنفس ده وبيدخلوا بعد كده على درس الرقص. ده ايه ده رقص ده ولا طرد ارواح؟ مش عاوز اقول لك يعني ان اندي كان قاعد خايف من اللي بيحصل، لانهم في الاخر كده قعدوا دقيقه صمت وقالوا هنعد لغايه 3 وكل واحد يقول كلمه بتعبر عن حالته في الوقت ده. اندي ما استناهمش يعدوا لغايه 3 وقال بصوت عالي النجده هيلب. في اللحظه دي جريسي ما كانتش ماسكه نفسها من الضحك، ولولا بعد كده اتكلمت معاه وقالت له انا على فكره عجباني جدا علاقتك ببنتك، وعايز اقول لك يا اندي اني انا شايفه ان الراجل اللي المفروض يقدم الشغل بتاع مامتي هو انت انسب واحد يا اندي. طبعا الكلام ده فرح اندي جدا. كمان جريس فرحت جدا لاندي لانها عارفه انه في حاجه ماسه للعقد ده. فوهم خارجين بعد كده اندي قال لها انت وشك حلو قوي عليا يا جريس، وبالمناسبه دي احنا عاوزين نحتفل، ايه رايك لو اخدك اجيب لك ايس كريم؟ جريس قالت له يا سلام يلا بينا. ولكن في الوقت ده بيجي له تليفون ان ابنه الصغير عيان، ده اللي خلاه لغى الخروجه بتاعت جريس. وجريس يعني تقدر تقول كده انها زعلت. يا جريس 36 سنه ولسه بتتقمصي. على كل حال بعدها اندي بيبدا في التسويق للوحات بتاعت والده لولا، عمل بنرات واعلانات، وكان واخد اولاده معاه الشغل علشان مش قادر يقعد معاهم في البيت لانه محتاج يقعد في المكتب اكتر الفتره دي. وهناك لولا جات له. اندي قابلها وقال لها كويس انك جيتي، في حاجات كتيره جدا عاوز اراجعها معاكي. في اللحظه دي لولا قالت له في حاجه عاوز اقول لك عليها، وقالت له انا مش عارفه اجيبها لك ازاي بس انا اتعاقدت مع معرض تاني. اندي في اللحظه دي زعل جدا وقال لها احنا كان في بينا وعد. لولا قالت له ايوه، وعلى فكره كل الكلام اللي انا قلته لك انا فعلا بعنيه، بس العرض اللي جالي ده يا اندي فيه فلوس كتيره جدا. واعتذرت لاندي. اندي في الوقت ده اتحطم حرفيا، الاشياء الوحيده اللي كان متعلق بيها اتقطعت، واضطر للاسف انه يصفي المعرض بتاعه. واندي كان بيبص للمعرض بتاعه وهو بيتقفل قدامه في حاله حزن كبيره جدا لانه كان فاتح المعرض ده من اكتر من 26 سنه. فكل الصف اللي كان شغال مع اندي بيواسيه لانهم عارفين ان المعرض ده غالي جدا عند اندي، لكن اندي مش بيسمح للحزن يسيطر عليه وبيعمل حفله بالمناسبه دي. في الحفله دي بيعزم الصف بتاعه وكل معارفه وحتى المحاسب الغلس ده بيجي الحفله. اندي بيقول للمساعد بتاعه بص عمال بيطفح ازاي واكل نص البوفيه لوحده لغايه دلوقتي. طلع بعد كده قال كلمه وداع لمشواره في المجال ده وقال لهم في الاخر مفيش اي حاجه تستحق ان الواحد يتمسك بيها غير اولاده. انا عاوز اقول لكم ان لما طفلك يضحك في وشك دي في حد ذاتها لوحه لا تقدر بثمن. وكان اندي بيقول الكلام ده وهو باصص لبنته جريس اللي كانت بصاله وبتضحك. كل الضيوف مشوا بعد كده وقعد هو وجريس لوحدهم. جريس في الوقت ده قالت له بقول لك ايه، بما انك دلوقتي فاضي فانا بكره المفروض اروح اخر متابعه قبل الولاده، ايه رايك لو تيجي تاخدني من البيت وتوصلني للدكتوره؟ اندي قال لها يا سلام ده انا هجيلك قبل الميعاد بساعه. وتاني يوم الصبح اندي كان بيحضر شجره عيد الميلاد وبيظبط الدنيا كده علشان خاطر الاولاد الصغيرين. ولكن في اللحظه دي اتفاجئ بمين جاله؟ مراته نعومي. طبعا اندي اول ما شافها اتفاجئ. نعومي في الوقت ده قالت له معلش انا جيت فجاه كده من غير ما اتصل بيك. اندي قال لها مفيش اي مشكله ده بيتك يا نعومي. بقول لك ايه معلش في شويه مواعين جوه ما اتغسلوش من ساعه ما تمشيتي، يا ريت بس تخش كده تغسليهم على السريع. لا بهزر يا جماعه هو ما قالش كده. نعومي اتاسفت له انها سابته مره واحده كده، ولكن قالت له انها ما كانتش عاوزه الاولاد يشوفوها في حته مش حلوه كده وانها اضطرت تعمل كده علشان حالتها كانت بتسوء. اندي قال لها انا ما عنديش اي مشكله في ده كله، انا مشكلتي انك انت ما قلتليش اي حاجه وفجاه عملت ده كله لوحدك، المفروض ان اكون جنبك في حاجه زي كده. حضن
حضنها بعد كده وقال لها اي حاجه تقابلك بعد كده في حياتك انا هكون جنبك فيها وهساعدك. في اللحظه دي نعومي قالت له بخصوص الموضوع ده فانا يا اندي معلش هنفصل عنك. وبعدين بقى ما بالراحه على الراجل شويه كله ورا بعضيه كده، قالت له احنا هنفضل اصدقاء وكفايه علينا كده الولدين الحلوين اللي احنا خلفناهم. ولما هي جابت سيره الخلفه اندي افتكر بنته، افتكر ميعاده اللي هيوديها فيه للدكتوره، فبسرعه ساب نعومي وجري على بنته. ولكن لما راح البيت هناك ما لقاهاش، فضل يتصل بيها على التليفون، جريسي ما كانتش بترد. ولكن جريسي لما وصلت المستشفى لقت اندي مستنيها هناك. قال لها يا جريسي برن عليك مش بترد عليا ليه؟ قالت له رد عليك ده انا فضلت مستنياك زي الهبله وانت برضه ما جيتش. وهنا بقى جريسي فتحت قلبها او البكابورت مش متاكد، قالت لاندي وانت ما فيش فايده فيك، انت ليه من زمان كده مهمشني مش مهتم بيا، ما تعرفش اي حاجه عني، ما ساعدتنيش في اي حاجه في حياتي، ليه بتعمل معايا كده، ليه دايما بتاثر معايا؟ قالت له انا قلت انك انت اتغيرت في الفتره الاخيره دي وقلت اديك فرصه تانية، لكن انت هتفضل انت مش بتيجي في مواعيدك وبتوعد وعود ومش بتوفي بيها، ودلوقتي انا شايفك مهتم بالعيال الصغيرين اكتر. هو انا مش بنتك يا راجل انت ولا ايه؟ جريس قالت له انا كل مره بشوفك فيها ببقى عاوز احضنك واديك بالقلم في نفس الوقت، انت هتجنني يخرب بيتك. وفي الوقت ده جريس بتدرك انها بتولد، فبتقول لاندي الحقني وديني المستشفى. اندي قال لها احنا قدام المستشفى اهو. قالت له لا مش هي دي المستشفى اللي انا هولد فيها، بسرعه كلم لي جوزي قول له جيب لي شنطه الهدوم بتاعه الولاده. فاندي كلم جوزها وقال له هات شنطه الهدوم، وفضلت جريس يقول له جوزها على حاجات يجيبها. فاندي كان بيقول له هي تقول له واندي يقول له، هي تقول له واندي يقول له. في الاخر اندي قال لها ما تكلمي طيب انت اسهل يا ستي، وداها بعد كده المستشفى وقعد معاها في الاوضه بتاعه الولاده. في اللحظه دي جريسي كانت بتحس بالم شديد جدا وكانت ماسكه ايد اندي، هي ما كانتش ماسكاها هي كانت عصراها. اندي ما صدق ان جوزها جه. وفي اللحظه دي اندي شاف حاجه حلوه جدا، لا ان جوز جريسي اول ما جه واتكلم معاها قدر انه يهديها خالص وما يحسسهاش ان في ولاده من الاساس، ونساها الالم كله ده بس علشان اتكلم معاها وسرح معاها بخياله. وبسبب طريقه كلام جوز جريسي معاها اندي نفسه اتاثر جدا لدرجه انه بكى. ايه ده ما الراجل بيبكي حلو هو جريس. خرج اندي بعد كده وساب بنته تولد، وفضل موجود في المستشفى مستنيها تولد لغايه تاني يوم الصبح. الدكتوره بعد كده قابلته طمنته ان بنته كويسه وانها خلفت بنت جميله جدا، واندي بعد كده دخل يطمن على بنته. لما شاف النونو اتوهم، هو بصراحه يعني البنت النونو دي حلوه قوي. اندي في اللحظه دي حضن جوز جريس وكان مبسوط جدا منه، وجريس فرحت ان ابوها اخيرا بدا يتقبل جوزها، وسالته بعد كده اذا كان عاوز يشيل البنت. اندي قال لها يا سلام ده انا اتمنى، وشال النونو بعد كده وقال لها بقول لك ايه انا جده نورت الدنيا عسل انت. النقطه اللي عاوزين يوصلوها من الفيلم ده ان الحياه مش عباره عن شغل وبس، يعني طبعا الشغل مطلوب وكل حاجه بس ما يجيش على حساب العيله، لانك لو اهتميت بالشغل زياده عن اللزوم في لحظات كتيره حلوه جدا مع اسرتك هتفوتك، وطبعا اللحظات دي لا تعوض. اسم الفيلم كالعاده هسيبهولك في صندوق الوصف، ويا ريت تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر، ولو انت مش مشترك فاشترك وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.